إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا أستاذ فؤاد، كلمتين وبس كانوا أجمل كلام. كانوا الكلمتين بيأثروا في الناس. النهاردة الناس محتاجة كلام كتير، كلام يغير حاجات كتير قوي يا أستاذ فؤاد. هذا البرنامج برعاية وزارة التضامن الاجتماعي. قعد سيد أفندي يفكر في أحوال الناس. لاحظ إن الناس بتسرع في اللي مفروض تبطئ فيه، وتمشي ببطء في اللي مفروض تسرع فيه. إزاي؟ في الشارع مثلا تلاقي العربيات كلها بتجري كأنها في سبق. ليه ما تفهمش؟ تخش مستشفى فيها حالات مستعجلة، تلاقي الناس ماشية على قشر بيض وبتتحرك ببطء كأن السرعة مش مطلوبة. ما هي الناس دي يا أستاذ فؤاد اللي وصفها الشاعر سيد حجاب في الأغنية ناس ما عندها نفسها فيها كل حاجة وعكسها. مشكلتنا الأزلية يا أستاذ فؤاد احترام الوقت. الوقت عند كتير من الناس ملوش معنى، ملوش اسم. الواحد من دول يقولك نتقابل إن شاء الله بعد الظهر، يعني من الظهر كده لحد العصر، ولو ما جيتش العصر يبقى أكيد بعد المغرب. ناس براحتها خالص يا أستاذ، عايشة كأن الزمن واقف والكرة الأرضية ما بتتحركش. تخش مصلحة حكومية مفروض علشان تقضي شغلة، صباح الخير يا بيه، ما يردش عليك البيه. ترجع ترمي السلام عليه، يقولك أفندم. تقول له على مصلحتك، يقولك فوت بعد جمعة علشان حسن أفندي اللي تبعه الشغلة دي غايب. تقول له غايب فين يعني؟ يقولك أجازته يا أخي، هو مش بني آدم؟ مش من حقه ياخد أجازة زي بقية الخلق؟ ولما تروح له بعد جمعة أكيد هيطلع لك بحجة تانية ويقولك فوت بعد يومين. تفضل رايح جاي شهر لحد ما تعطر في حسن أفندي. ليه المصالح بتنقضي ببطء؟ وليه اللي محتاج سرعة يمشي ببطء؟ علشان الشغلانة مش هتمشي إلا بحسن أفندي، ولو غاب مش هتمشي، وعشان ما حدش بيعاقب حسن أفندي على تعطيل مصالح الناس. والأهم من ده كله عشان ما فيش